بقالي فترة بشوف تفسير القرآن، وبعدين اكتشفت ان ذاكرتي سمكية وبنسى، فقررت اسجلهم لي بفويسات اجمع فيها اراء المفسرين باختصار. بس قلت طب ليه يا بنتي يا لولو ما تعملهمش في فيديوهات وتستفادوا معايا، وعلشان خلقي ضيق ومش عايزة اسمع جملة جايبة المعلومات دي منين، فهحط لكم المصادر في كومنت، وطبعا اولهم الشيخ متولي الشعراوي. اولا سورة النازعات هتلاقيها بتكمل سورة النبأ السورة اللي قبلها. انتوا عارفين ان القرآن نزل على سيدنا محمد ايات متفرقة، وبعد كده في الاخر خالص بعد ما كله نزل سيدنا جبريل مرتين على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قال له ترتيب المصحف كده، يعني الترتيب ده من عند ربنا. فهتلاقي دايما كل سورة ليها علاقة باللي قبلها. بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا. الواو لما بتتحط قبل اي حاجة بتبقى قسم، زي ما احنا بنقول ايه والله العظيم. احنا ما ينفعش نقول غير والله، لكن ربنا لما بيقسم في القرآن بيقسم بأي حاجة من مخلوقاته، زي والفجر والتين والزيتون والليل إذا يغشى. كتير بقى كتير، دي كلها اقسام في القرآن. وربنا لما بيقسم بحاجة اعرف ان الحاجة دي عظيمة جدا. يعني حتى من ربنا قال ايه والتين والزيتون، بعد كده في العلم بقى والعلماء لما قعدوا يدرسوا التين والزيتون اكتشفوا ان فيهم كمية فوايد، يعني حاجة مش معجزة يعني. والفجر، ايه الفجر بيطلع عادي زي كل يوم، بس لما تيجي تدرس بقى جيولوجيا وعلم فلك والحاجات دي تكتشف ان دي عملية صعبة جدا وحاجة بمنتهى الدقة ان يطلع الفجر كل يوم في نفس الميعاد. في سورة النازعات بقى اول 5 آيات قسم، وتعدد الاقسام بيدل على ان جواب القسم بقى الحاجه اللي ربنا بيقسم عليها دي حاجه مهمه جدا، لا لازم تركز فيها قوي. زي مثلا اقول لك ايه والله ورب الكعبه اقسم بالله العظيم حصل، فانت تركز قوي في ايه اللي حصل اللي انا بقسم عليه كل ده، خد لي بالك. المهم ان الاقسام دي بقى ليها كذا تفسير، بس انا هقول لكم اللي معظم العلماء اتفقوا عليه. ليه؟ لانه ليه علاقه بسوره النبأ اللي قبلها وليه علاقه بالايات اللي بعدها. ايه بقى ال5 حلفانات او ال5 اقسام دول؟ ربنا بيقسم ب5 انواع من الملائكه. اولا لازم تعرفوا ان عدد الملائكه كتير جدا. يعني هقول لكم في السريع كده، في حاجه اسمها البيت المعمور، دي زي الكعبه كده بس فوق في السماء السبعه. دي يوميا في 70,000 ملك بيطوفوا حواليها وما بيطوفوش تاني لحد يوم القيامه. فتخيل بقى انت من بدايه الخليقه لحد يوم القيامه كل يوم 70,000 ملك، غير اليوم اللي بعده غير اليوم اللي قبل. فمتخيلين العدد. وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما طلع رحله الاسراء والمعراج قال لك مفيش مكان في السماء كلها مكان 4 صوابع كده جنب بعض غير لما تلاقي ملك يا اما قائم يا اما ساجد يا اما راكع. غير بقى الملائكه اللي عايشين معانا هنا في الحياه بقى، يعني برضو هم بياخدوا شفتات. الشفتات دي بتتبدل امتى؟ الفجر والعصر. الملائكه اللي موجودين بتطلع وبينزل مكانهم شفت جديد. فالوقتين دول الفجر والعصر بتبقى الدنيا حوالينا مليانه بملائكه، لان بتبديل شفتات. عشان كده ده الوقت اللي بنقول فيه اذكار الصباح والمساء. نخش بقى في التفسير عشان انا طولت عليكم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا. دول نوعين من الملائكه بيبقوا نازلين مع ملك الموت. الانسان لما بيجي يموت بيبقى يا انسان صالح هيدخل الجنه، يا انسان طالح ربنا معاه بقى. فالايه الاولى دي على اللي هو اللي ربنا معاه. انت لما بتيجي تموت ملك الموت ما بيجيلكش لوحده، بيجيلك معاه مجموعتين من الملائكه. يعني في ناس بتسميهم ملائكه الرحمه وملائكه العذاب. الملائكه دي بقى هي اللي بتهيئك، بتبدا تسحب الروح من جسمك لحد ما يوصل للحلقوم هنا كده. بيجي ملك الموت ايه هو بقى اللي يقول يا ايتها الروح المطمئنه ويا ايتها الروح الخبيثه، ويسحب ايه الروح بتاعتك، وبعدين يديها تاني للملائكه، للفريق الملائكه اللي معاه. هم بياخدوا بقى روحك دي يكفنوها يا اما بكفن ابيض وريحته مسك وبتاع، يا اما ايه كفن اسود على دماغك وريحته تقرف. زي مثال مثلا يعني دكتور الجراح بيبقى تحتيه بقى فريق تمريض ودكتور تخدير ومش عارفه، هم بيظبطوا كل حاجه، وبعدين هو يدخل يعمل العمليه الاخيره ويخرج وهم يلموا وراه. احنا مكونين من روح وجسد، فما بنيجي نموت الملائكه بتيجي تسحب روحنا من الجسد. فالروح بقى المنيله بنيله اللي عملت معاصي قد كده، وقت ما الملائكه بيجوا يسحبوها ما بتبقاش عايزه تطلع. ليه؟ لانها عارفه انها لو طلعت هتتنفخ. فاهمين قصدي؟ فبتبقى مكلبشه في الجسم في الجسد مش عايزه تطلع. فالملائكه بتبدا تشدها بعنف، اللي هي ايه والنازعات غرقا، اللي هو الملائكه اللي بيبداوا يشدوا روح الكافر او الانسان الوحش يعني بعنف شديد، كانك بتنزع حاجه من مكانها. بيقول لك الروح الخبيثه دي لما بتيجي تخرج من بني ادم بتبقى زي مثلا لما تجيب جذع شجره فيه مليان شوك كده وتقوم ايه مدخله في كتله صوف مبلوله وتيجي تشده. متخيل الصعوبه في ان انت تطلعها؟ هقول لكم مثل تاني قاسي اكتر. اما تجيب نفس فرع الشجر ومغروس فيه نفس الشوك ولا المسامير ده وداخل من بقك لحد معدتك، وبعدين تيجي تشده كده فجاه، لان الروح دي بتبقى بتحب الدنيا مش عايزه تموت اصلا، وعارفه انها لو ماتت واتحاسبت هتروح في داهيه.
طب دي والنازعات ان انت بتنزع حاجه من مكانها غرقه، الروح بتبدا تهرب في انحاء الجسم. فالملائكه زي ان هم بيغرقوا في جسم البني ادم عشان يشدوا روحه من كل حته، في حتى ضوافر ايديه. وهو نفسه الانسان بيبقى زي اللي بيغرق، لان الروح مش عايزه تطلع بسهوله، تلاقيه كده عامل زي اللي بيغرق. يبقى والنازعات غرقه دي الروح الخبيثه، والناشطات نشطه دي الروح الحلوه بقى الجميل. الناشطات حتى جايه من النشاط، ان هي بتتحرك بسرعه. بيقول لك روح المؤمن لما بتيجي تطلع بتطلع بمنتهى السهوله. ليه؟ لانها اصلا بتحب الاخره مش بتحب الدنيا، لانها عارفه ان الحياه دي اصلا كانت بالنسبه لها عذاب، وهي عايزه تطلع بقى تشوف بقى ايه الجنه والنعيم اللي هي فيه. من احب لقاء الله احب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاء. مش كده ولا ايه؟ ولان برضو النفس المؤمنه دي بتبقى نفس مروضه. عارفه انت لما بتروض اسد ولا بتروض، يعني ايه مروضه؟ يعني انت ايه طول ما انت قاعد هي عماله تقول لك النفس الاماره بالسوء، والله انا نفسي اسرق، ما تيجي نشرب خمره، ما تيجي ننحرف. فانت اما بتمنع النفس عن الهوى، فكل شويه تدي لنفسك بالقرباك كده ومروضها، تقول لها لا ما ينفعش. فلما الملائكه تيجي تقول لها اطلعي، تقول لها طالعه. هي محترمه بتسمع الكلام، لكن التانيه مش محترمه، لان ايه مش متعوده حد يامرها. هي متعوده ايه انا نفسي في اعمل ذنب فانا هعمله، محدش يقول لي انا نفسي افضل في الدنيا مش عايزه اموت فمحدش يخرجني. فاهمين قصدي ايه؟ والناشطات نشطه. النشط يعني ايه؟ بيقول لك انشط الخيل من عقاله، يعني لو خيل مربوط فيعني فكيته عشان ينطلق. يعني المؤمن كانه محبوس في الدنيا دي مخنوق، لما بيموت بينطلق. انشط دي اقرب للفيونكه، ان انت رابط فيونكه بس اول ما بتيجي تشد طرف منها بتقوم مفكوكه. فبيقول لك روح المؤمن لما بتيجي بتخرج كنقطه المياه من فيه السقاه، يعني ازازه الميه كده لما تيجي تعملها كده. او الناشطات نشطه دول الملائكه ايه اللي بيقبضوا روح المؤمن. والسابحات سبحا دول الملائكه اللي بتسبح في ملكوت الله، او الملائكه برضو اللي شايله ارواح المؤمنين. احنا نكمل القصه بقى. هم بعد ما بياخدوا ايه الروح من ملك الموت، بيكفنوها ايه بكفن ابيض ريحته مسك، بعدين بيبداوا بقى يطلعوا بيه رحله. فبيطلعوا بيه للسماء الاولى، يخبطوا على باب السماء الاولى، يفتحوا لهم يقولوا لهم الريحه الحلوه دي ريحه مين؟ فيقولوا لهم ريحه فلان الفلاني باحلى الاسماء اللي كان بيحبها ليه في الدنيا. فيزفوه لحد السماء الثانيه، يفتحوا ويزفوه لحد السماء الثالثه، لحد ما يطلع فوق خالص السماء السبعه، ويوروه مكانه في الجنه. وبعدين ايه يقوموا واخدين الروح منزلينها تاني القبر، فيبقى الروح مع الجسد. وقت ما منكر ونكير هيسالوه في القبر، انت في اللحظه دي تبقى جسد وروح زي دلوقتي كده. الروح بقى الخبيثه المنيله بياخدوها من ملك الموت، يكفنوها بكفن اسود مطين على دماغه وريحته زي الزفت، ياخدوه بقى ويطلعوا بيه ايه الرحله بقى، يطلعوا بيه للسماء الاولى. فالملائكه يقولوا ريحه مين المعفنه دي؟ فيقولوا له ريحه فلان ابن فلان باكتر اسم كان بيكرهه في الدنيا. فيقولوا لهم افتحوا لنا بقى عشان نطلع الرحله، يقولوا لهم لا مش فاتحين لكم. يقوموا ماسكين روحه وراميينها، يعني مش بقى بيزفوه بقى وينزلوه ويطلع، بيرموها كده تنزل كانك واقع كده من طياره، يعني بتترمي كده تنزل على القبر. يجي منكر ونكير يسالوه، يتبهدل يتنيل خالص. فالسابقات سبقا دول الملائكه برضو اللي بيتسابقوا في انهم ينفذوا اوامر ربنا. او تفسير تاني سمعته برضو اللي هم بيتسابقوا بارواح المؤمنين للجنه. وفي تفسير برضو تالت سمعته ان كان زمان الشياطين بتسترق السمع، كانوا بيسمعوا الحاجات الغيب او اوامر ربنا للملائكه. فالسابقات سبقه دي الملائكه انها بتسبق الشياطين في تنفيذ اوامر ربنا. فالمدبرات امرا الملائكه اللي بتدبر حاجات في الكون امر بامر من ربنا. يعني بيبقى في ملك مسؤول عن الرياح، ملك مسؤول عن السحاب، ملك مسؤول عن الانهار، ملك مسؤول عن الجبال. بيبقى فكل ملك بيدبر امر الكون بامر من ربنا. طبعا بقى الخمس ايات دول اتقال فيهم تفسيرات تانية كتير، ان ربنا بيقسم بالنجوم وانها بتسبح في الكون وبتتسابق وكده. وناس قالوا ان هي الجهاد. والنازعات غرقا الاسهم اللي بتغرق في جسم العدو. والسابحات سبحة دول الخيول انها بتتسابق مع بعض. سمعت بصراحة تفسيرات كتير، بس ده اكتر تفسير ايه يعني متفق عليه. ايه بقى يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. ايه الراجفة وايه الرادفة؟ دي النفخة الاولى في الصور والنفخة التانية في الصور. الموضوع ده بقى فيه قولين، ناس بتقول ان هم 3 نفخات في الصور، وناس بتقول ان هم نفختين في الصور، لكن ترتيب الاحداث واحد. ازاي بقى؟ احكي لكم. اهوال يوم القيامه هتقوم على الكفره، بس هيبقى فاضل شويه مؤمنين، هتيجي ريح طيبه هتاخد كل ارواح المؤمنين، هيموتوا. فمش هتبقى غير الناس ايه اضغى ناس على وجه الارض. هتقوم عليهم القيامه، هم بقى دول اللي هيشوفوا الاهوال كلها. بعد ما المؤمنين هيموتوا هتكون النفخه الاولى في الصور. هتحصل بقى اهوال يوم القيامه، الجبال هتتشال والارض هتتزلزل والسماء هتسيح والبحار هتفوق، هتولع نار وبراكين وعلى الحاجات بقى دي كلها. هتبقى النفخه الثانيه برضو على الارض اللي اسمها نفخه الصعق.
كله بقى هيموت، بني ادمين، حيوانات، جن، ملايكة، كل الكائنات هتموت. مش هيتبقى غير سيدنا إسرافيل اللي هو بينفخ في الصور، وسيدنا ميكائيل، وسيدنا جبريل، وسيدنا ملك الموت. فربنا هيأمر ملك الموت ان هو يقبض روح سيدنا جبريل وإسرافيل وميكائيل. فهيقول لربنا يعني ما فاضلش غيري، فربنا هيقول له وانت خلق من مخلوقاتي فمت. وبعدين ربنا هيقول لمن الملك اليوم، لله الواحد القهار. وبعدين ربنا هيقعد لوحده في الكون 40. دي فيها حديث يعني، بس ما تحددش 40 40 يوم، 40 سنة، 40 شهر، ما نعرفش. وبعد كده ربنا هيعيد خلق تاني سيدنا إسرافيل، ويأمره ان هو ينفخ بقى النفخة التالتة في الصور. البوق ده اللي بينفخ فيه هيكون فيه كل أرواح المخلوقات. يوم القيامة هتقوم على أرض غير الأرض اللي احنا عايشين عليها دي، مش مدورة، هتبقى مستوية ولونها أبيض، وهيبقى فيها عجب الذنب بتاع كل عجب الذنب ده. احنا مخلوقين من تراب، ولما بنموت جسمنا كله بيتحلل وبيرجع تاني تراب، حتى العظم نفسه بعد فترة برضو بيتحلل وبيبقى تراب، ما عدا حاجة في آخر الظهر كده اللي هم بيسموها العصعوصة تقريبا، اسمها عجب الذنب. دي ما بتتحللش، الارض ما بتاكلهاش خالص. حتى في آية بتقول قد علمنا ما تنقص الارض منهم. العلماء بقى حاولوا يحرقوا عجب الذنب ده، ما بيتحرقش، يكسروه ما بيتكسرش، يحللوه ما بيتحل، هو بيفضل موجود كده. في الارض الجديدة بقى بتاعت يوم القيامة دي هيبقى فيها عجب الذنب ده بتاع الناس كلها، هتبقى عاملة زي البذرة. فسيدنا إسرافيل لما هينفخ في البوق دي اللي فيها كل الارواح، فكل روح عارفة عجب الذنب بتاعها هتروح تلزق فيه. وبعدين ربنا هيقوم مخلي السماء، هتبقى برضو سماء تانية غير بتاعتنا دي، هيخليها تمطر مطر يشبه مني الرجال زي ما اتخلقنا في الدنيا اول مره. فلما الدنيا تمطر هتبقى عجب الذنب ده فعلا عامل زي البذره كده، هنبدا نكبر كده ونرجع تاني بني ادمين، ونطلع بقى من القبور. هو الذي يبدا الخلق ثم يعيده، يعني ربنا هو اللي خلقنا من اول مره، هيبقى صعب عليه ان هو يعيده. برضه هتلاقي سبحان الله في القران ربنا بيذكر كتير قوي موضوع الزرع، وازاي ربنا بيطلع النباتات والاشجار، لان احنا هنطلع زي النباتات دي يوم القيامه. المهم ان في ناس بتقول ان هما 3 نفخات في الصور، نفخه اهوال يوم القيامه، نفخه الصعق اللي كله هيموت، ونفخه البعث. وناس بتقول لا هما نفختين بس، نفخه اهوال يوم القيامه والصعق دي نفخه واحده، يعني كل اللي في الارض نفخه واحده، والنفخه الثانيه اللي بتاعت البعث. فيوم ترجف الراجفه دي بتاعت الارض. مش احنا قلنا الصوره اللي فاتت ان الارض الاول كانت لما ربنا خلقها كانت تموج، فربنا خلق الجبال عشان تثبتها، لكن هيجي يوم القيامه في اهوال يوم القيامه الجبال دي هتتشال، هتتنسف، فالارض هترجع تموج تاني، وهتحصل الزلزال العظيم بتاع يوم القيامه، فالارض هترجف. عارف لما حد بيرجف من السقعه، يعني هتبقى الارض بتترعش كده. يوم ترجف الراجفه اللي هي النفخه الاولى في الصور، تتبعها الرادفه، تتبعها يعني هتيجي وراها الرادفه اللي هي النفخه الثانيه في الصور. قلوب يومئذ واجفه، واجفه يعني خايفه مضطربه. قلوب الناس بقى اللي هي اللي ما كانتش مصدقه ان في يوم قيامه، لما تقوم بقى عليهم اهوال يوم القيامه ويبعثوا ويشوفوا كل اللي هم كذبوا بيه، هتبقى قلوبهم بقى لان طالما اللي كانوا بيكذبوا بيه ده حق، يبقى كمان العقاب اللي كان بيتقال لهم ان هيحصل في يوم هيحصل. ابصارها خاشعه، يعني هتبقى عينيهم ذليله منكسره، بعد ما كانت عينيهم في الدنيا وقحه وبيعملوا الذنوب ومفيش حاجه هماهم. واشمعنى ابصارها؟ لان بيقول لك ان العين دي اكتر حاجه بتبين حاله الانسان. الممثل الشاطر يقول لك ده بيمثل بعينيه، عينيه تفهم من عينيه هو مبسوط، هو حزين، هو مكسور، هو مغرور. يقولون أئنا لمردودون في الحافره. الكفار كانوا بيقولوا معقوله بعد ما نموت ونبقى تراب هنرجع تاني الدنيا؟ يقولون أئنا لمردودون يعني هنرد تاني او هنرجع تاني للحافره. الحافره اللي هي عارفين لما حد بيدوس كده على الرمله فبيعمل اثار رجله بتبقى باينه، دي الحافره، يعني حاجه اتحفرت في الارض. وحافره يعني ان هو يعود على ما كان عليه. أإذا كنا عظاما نخرة، يعني كانوا بيقولوا معقوله بعد ما نموت ونبقى عظاما نخرة نرجع تاني نبقى بني ادمين كده؟ مستحيل. يعني نخرة بقى؟ نخرة جايه من منخار، العظم بعد ما بيتحلل فبيبقى زي مجوف كده، فلما الهواء بيعدي من جوه العظم كده فبيعمل صوت كده زي النفس كده، او الشخير مثلا بيعمل صوت. يقول لك بعد ما بقينا عظام كده باليه يعني وفاضيه مجوفه هنرجع تاني بني ادمين؟ قالوا تلك اذا كره خاسره. كانوا بيقولوا برضو ان لو الكلام ده فعلا حقيقي وفي يوم قيامه، ده هتبقى مصيبه سودة على دماغنا وهنطلع خسرانين.
كرة خاسرة يعني رجعة خائبة. برضو في قولين تفسير بيقول ان الكلام ده اللي هم كانوا بيقولوه في الدنيا، يقولون إنا لمردودون في الحافرة، معقولة هنرجع تاني نعيش بعد ما نموت، إذا كنا عظاما بعد ما نبقى عظام نخرة. والتفسير التاني بيقول لك ان الكلام ده هيقولوه بعد ما يموتوا ويبعثوا فيشوفوا بعينيهم فيقولوا ايه، يقولون إنا لمردودون في الحافرة، معقولة رجعنا تاني بني ادمين بعد ما متنا، إذا كنا عظام بعد ما كنا عظام نخرة، تلك ايضا كرة خاسرة، ده احنا ايه طلعوا هم صح واحنا غلط وهنطلعنا خسرانين. فانما هي زجرة واحدة، يعني هي نفخة واحدة في الصور. فاللي بيقولوا ان هم 3 نفخات في الصور، فبيقولوا اللي هي ايه، يوم ترجف الراجفة دي النفخة الاولى، تتبعها الرادفة دي النفخة الثانية، فانما هي زجرة واحدة دي الثالثة اللي هي بتاعت البعث. فإذا هم بالساهرة، يعني هي نفخة واحدة هيلاقوا نفسهم في الساهرة. الساهرة دي اللي هي أرض المحشر، وسميت بالساهرة عشان جاية من السهر. إن عارف انت لما تسهر ما تنامش، لما تبعث هنفضل تحت الشمس 50,000 سنة ما بننامش. واللي هيخشوا النار قلنا في السورة اللي فاتت برضو لا يذوقون فيها بردا ولا سلاما. بردا قلنا في تفسير من التفاسير إن هي النوم، فهم مش هيناموا لأن هم بيتعذبوا، حد بينام هو بيتعذب. واللي هيخشوا الجنة مش هيناموا من كتر النعيم، فسميت بالساهرة. بعدين ربنا بقى عز وجل هيحكي هنا جزء من قصة سيدنا موسى اللي ليه علاقة بالموضوع. طبعا قصة سيدنا موسى أكتر قصة ذكرت في القرآن أصلا. هل أتاك حديث موسى؟ ربنا بيكلم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بيقول له إيه؟ بيقول له أنت يعني متضايق من كفار قريش إن هم مش مصدقين إنك رسول الله؟ ده قبلك كان في سيدنا موسى واجه اللي أصعب من كده، واجه فرعون اللي بيقول أنا ربكم الأعلى. فربنا زي ايه بيهون على سيدنا محمد، وفي نفس الوقت بيدي رسالة لكفار قريش اللي هو بصوا بقى الفرعون اللي قبلكم اللي كان فظيع وعامل وكان بيقول انا ربكم لا، شوف في الاخر ايه حصل له ايه، عشان يتخذوه عبرة. هل اتاك حديث موسى اذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى؟ عارفين طبعا ان سيدنا موسى كليم الله، ربنا كلمه من غير واسطة، من غير سيدنا جبريل. والمكان اللي ربنا كلم فيه سيدنا موسى ده مكان مقدس، وربنا قدسه في القرآن زي ما قدس الأرض المقدسة اللي هي المسجد الأقصى. فطالما مكان مقدس بيبقى عامل زي المسجد. حتى في سورة تانية ربنا بيقول له ايه، اخلع عن عليك فإنك بالوادي المقدس طوى، يعني ان عليك اللي هو حذائك يعني. فالمكان اللي ربنا كلم فيه سيدنا محمد اسمه ايه، الوادي المقدس طوى. ربنا قال له ايه بقى، قال له اذهب إلى فرعون إنه طغى، روح لفرعون لأن فرعون ده طغى قلنا يعني ايه، يعني عدى كل الحدود. زي ما بيقول لك مثلا ايه، طغى الماء، يعني المية زادت عن حدها واتدلدقت. فقل هل لك إلى أن تزكى، يعني مش روح اقول له انت كافر ومنال بنيله اسلم وايه اللي هيحصل فيك وهيحصل فيك، لا اقول له هل لك، يعني بيعرض عليه ايه رايك تتزكى. تزكى يعني تطهر، تطهير جاي من الزكاه، فلوس الزكاه. مش انت لما بتدفع فلوس الزكاه بتطهر مالك، فالزكاه يعني تطهير وزياده في الخير. فسيدنا موسى راح يقول لفرعون ايه، هل لك الى ان تزكى، تطهر نفسك من الذنوب، واهديك الى ربك فتخشى. واهديك الهدايه عكس الضلال، يقول لك ده ضل طريقه يعني تاه، لكن هدي الى طريقه يعني ايه وصل. فاهديك الى ربك فتخشى، تخشى يعني تخضع وتخاف لما تعرف حجمك جنب ربنا، ما عمرك ما تقول انا ربكم الاعلى، فتخشى وتتكسف من ايه، من اللي انت كنت بتعمله. فاراه الايه الكبرى، الايه الكبرى اللي هي المعجزه الكبرى. دايما لما نبي او رسول بيعمل يعني معجزه، ربنا بيخليه يعمل المعجزه اللي تناسب العصر والمكان اللي هم فيه. هم كان ساعتها كان منتشر جدا موضوع السحر والكهنه والحاجات دي، فلما ربنا خلاه يعمل معجزه، خلاه يعمل معجزه ايه ليها علاقه بالسحر، ان هو ايه يرمي العصايه فتبقى تعبان، يطلع ايده من جيبه فتصبح بيضاء بغير سوء، عشان يتفوق فيهم في الحاجه اللي هم متفوقين عليها. حتى السحره بتوع فرعون لما سيدنا موسى عمل رمى العصايه فبقت تعبان، السحره اسلموا لان هم اكتر ناس عارفين السحر، فعارفين ان ده مش سحر. سيدنا محمد بعث في وقت كانت اكتر حاجه فيه الشعر والفصاحه اللغويه، كانوا متمكنين قوي في اللغه، فنزل القران فالناس اذهلت لان قد ايه هم عندهم فصاحه في اللغه، لكن محدش يقدر يكتب حاجه زي القران. فاراه الايه الكبرى اللي هي المعجزات بتاعت سيدنا موسى اللي عملها قدام فرعون، فكذب وعصى، كذب اللي بيحصل ده، وكذب ان سيدنا محمد رسول من ربنا وده سحر. مش كذب بس ده، لا بدأ يعصي ربنا كمان. ثم أدبر يسعى،
لف ومشي. وسمعت تفسير برضو في موضوع يسعى ده ان هو ايه، عمل المعجزات دي قدام الناس كلها، فناس كتير جدا امنت بيه وصدقوه، ففرعون كان خايف ان كده الملك هيروح منه، فادبر يسعى. المفروض ان هو يجري علشان يلحق يلم الدنيا قبل ما الملك يروح منه، بس هو ما ينفعش يجري عشان هيبته، وما ينفعش يمشي بالراحه عشان عايز يلحق لان هو متوتر. يسعى دي ما بين يجري ويمشي في النص. فحشر فنادى، حشر الناس كلهم يعني جمع الناس كلهم في مكان واحد. يوم القيامه اسمه يوم الحشر. ليه؟ لان الناس كلها هتحشر في مكان واحد. فحشر فنادى، جمع الناس كلهم وبدا يخطب ويقول ايه بقى؟ فقال انا ربكم الاعلى فاخذه الله نكال الاخره والاولى. فربنا اخده بطريقه تبقى عبره وعظه لكل واحد يفكر يعمل زي لما ايه حصلت المعجزه بتاع شق البحر وجه هم يعدوا، قام البحر ايه مغرقهم وماتوا غرقانين. يعني ربنا اخده بذنب اخر ذنب عمله اللي هو لما قال انا ربكم الاعلى، والاولى ذنوب الاولى. ان في ذلك لعبره لمن يخشى. اللي حصل لفرعون ده عبره لمن يخشى، للي بيخاف وبيخشى ربنا. والعبره دايما بتبقى للحاجه الوحشه. يعني مدرسه مثلا تمسك واد عاقبه وتقول له بص شايفين ان الواد ده عامله فيه عشان يبقى عبره لاي واحد ما يعملش الواجب. لكن لما الواد ده يعمل الواجب بتاع اسبوعين قدام، فنجيب الواد نقول له ايه هنديله حاجه حلوه عشان الواد يبقى قدوه ليكم. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ أأنتم يا أهل قريش أو يا فرعون أشد خلقا؟ تعرفوا تخلقوا حاجة قوية جديدة كده زي ما ربنا خلق السماء؟ ورفع سمكها فسواها. رفع سمكها يعني مرتفعة وعالية وسمكها كبير. احنا اصلا يعني مهما حتى طلعنا بصواريخ وبتاع، احنا كل ده لسه ما خلصناش السماء الاولى، فما بالك بقى السبع سماوات دول عاملين ازاي. احنا اصلا عايشين في الكره الارضيه اللي هي في المجموعه الشمسيه، في مجره واحده من ضمن مجرات كتير جدا في الكون. فتخيل احنا ايه، رفع سمكها فسواها، يعني السماء مستويه ما تلاقيش فيها، مش لما حد بيبني اي حاجه بتلاقي دايما زي ايه طوبه فوق طوبه وفي النص اسمنت. لا، ربنا بنى السماء بس مستويه وما فيهاش اي شقوق. واغطش ليلها واخرج ضحاها. اغطش يعني اظلم، يعني خلى ليلها مظلم واخرج ضحاها. الضحى اللي هو مش احنا بنصلي صلاه الضحى دي اللي هي الشروق يعني. وسبحان الله في التعبير اخرج ضحاها، لان الشمس فعلا وهي بتطلع بتحس انها بتخرج. والارض بعد ذلك دحاها. بعد ذلك دي فيها برضو تفاسير ان ربنا خلق السماء الاول وبعدين خلق الارض، او في تفسير تاني ان ربنا كان خلق الارض بس زي ما بقول لكم انها مضطربه، فبعد ذلك دحاها يعني هيئها بقى ايه لان احنا نعيش فيها. وتفسير برضو دحاها فيها كذا تفسير، ان هو هيئها دي حاجه، وان هو دحاها يعني زي كورها يعني خلى الارض مدوره. وفي تفسير ثالث ان دحاها يعني بقى اللي هي الايات اللي بعدها اللي هي اخرج منها ماءها ومرعاها والجبال ارساها. دي معنى كلمه دحاها دي كده كل التفاسير. اخرج منها ماءها ومرعاها يعني ربنا خرج من الارض ماءها اللي هي بقى مياه الابار والانهار والبحار، ومرعاها والجبال ارساها، وخلق الجبال عشان تخلي الارض ايه راسيه مش مضطربه. طب ليه ربنا يعني خلق الجبال والميه والمرعى والحاجات دي كلها وظبط لنا الارض كده؟ متاعا لكم ولانعامكم، عشان احنا نتمتع بيه وانعامنا اللي هي الحيوانات اللي احنا بنربيها او عموما. ربنا بقى خلق لنا كل الحاجات دي ومتاعا لكم ولانعامكم. فاذا جاءت الطامه، ما تخلوش بقى المتع دي تنسيكم. طامه تعني المصيبة الكبرى التي تنسيك كل حاجة. الطامة دي اسم من اسماء يوم القيامة. يوم القيامة ليه اسماء كتير في القرآن. يوم الفصل، الطامة، الصاخة، القارعة، الحاقة، كتير، وكل اسم ليه معنى. احنا قلنا الصورة اللي فاتت يوم الفصل اللي هو عشان بيفصل ما بين ايه، ما بين العباد لا يخشوا الجنة ولا يخشوا النار. هنا الطامة يعني المصيبة الكبرى اللي بتنسيك كل حاجة ما عدا حاجة واحدة. ايه بقى هي؟ يوم يتذكر الانسان ما سعى. هتنسى كل حاجة ما عدا اللي انت عملته في حياتك من مصايب او من حاجات كويسه. هتفكر في الحساب يعني زي شريط حياتك هيعدي قدامك كده. يوم يتذكر الانسان ما سعى. سعى يعني زي بتسعى اللي انت سعيته بقى في الدنيا كلها. وبرزت الجحيم لمن يرى. يوم القيامه بقى جهنم هتطلع كده على ارض المحشر، كله هيبقى شايفها. لمن يرى يعني على عينك يا تاجر. وده هيبقى نعيم زياده للمؤمنين اللي هيخشوا الجنه، ان هم لما يشوفوا النار يحمدوا ربنا ان ربنا نقذهم من النار، والنعيم التاني ان هم دخلوا الجنه. فاما من طغى، اللي بقى هيطغى هيتجاوز الحد وهيعمل معاصي كتير، واثر الحياه الدنيا. اثر يعني فضل حاجه عن حاجه. يعني انا لما يبقى معايا اكل مثلا نفسي فيه قوي ولسه مشترياه، والاقي حد غلبان فاقوم مدياله الاكل ده رغم ان انا نفسي فيه، فكده يبقى اسمي ايه، اثرت عن نفسي. ده بيبقى ثوابه اكبر. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. يعني تطلع للمسكين واليتيم الحاجه اللي على حبه اللي انت بتحبها، مش
الحاجه اللي انت مش عايزها. مش لما تيجي تذبح مثلا في العيد تقوم واخد الريش والمش عارفه ايه والحاجات اللي انت بتحبها وتشوف ايه اللي انت ما بتحبوش توزعه وانت كده كده مش عايزه. لا، انت لما توزع الفقراء من الحاجه اللي انت بتحبها ده يبقى ليك ثواب اكتر، لان انت كده بتؤثر الفقير عن نفسك. فان الجحيم هي المأوى. المأوى طبعا قلنا ايه اللي هو المرجع والملجأ والمسكن يعني، فده هيبقى ايه؟ فالجحيم هيبقى هو مكان. واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، اللي هيخاف مقام ربنا. وفي ناس بتقول برضو في التفسير ان ده المقام يعني المكان اللي هيقف فيه قدام ربنا وهو بيتحاسب. اللي هيخاف من الوقت ده او الموقف ده ونهى النفس عن الهوى، الهوى اللي هو الشهوات يعني، اللي هينهي نفسه لما تعمليش كده حرام كده عيب، هيكون ايه جزاؤه؟ فان الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها. الكفار بقى بيقعدوا يسألوا سيدنا محمد يقولوا له ايه؟ يوم القيامة دي بقى تيجي امتى بقى ان شاء الله؟ يسألونك عن الساعة اللي هي وقت ما يوم القيامة هيقوم يعني. أيان مرساها. مرساها دي جاية من، عارفين المركب لما بترسى على الشط يعني خلاص وصلت، يعني يوم القيامة دي بقى تبقى امتى؟ او أيان مرساها يعني ده لسه بدري قوي. يسألونك عن الساعة أيان مرساها يعني ده لسه احنا فين ويوم القيامة فين. فيما أنت من ذكراها، يعني انت ما تعرفش ميعادها، ما حدش يعرف ميعاد يوم القيامة غير ربنا بس، فانت مالكش ان انت تذكر لهم وقتها. وفي تفسير تاني وده برضو الاوقع، فيما انت من ذكرها يعني انت فين من يوم القيامة، اللي هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني ايه؟ يعني اصلا اول علامات يوم القيامة الصغرى بعثة نبي اخر الزمان اللي هو سيدنا محمد. اصلا اسمه نبي اخر الزمان يعني خلاص يوم القيامة قرب. يعني انت فين من يوم القيامة؟ ده انت اصلا تدل على ان يوم القيامة قرب. فاهمين؟ الى ربك منتهاها. ربك بس اللي يعرف منتهاها، اللي يعرف اخر الدنيا دي فين، نهايتها امتى. انما انت منذر من يخشاها، يعني انت يا سيدنا محمد كل اللي انا امرتك بيه ان انت تنذر الناس، تحذرهم من يوم القيامه، تحذر اللي هيخاف من يوم القيامه، بس معلكش ان انت تقول لهم هي امتى. كانهم يوم يرونها لم يلبثوا الا عشيه او ضحاها. كانهم يوم يرونها، يوم بقى ما هيبقوا في يوم القيامه ويشوفوها، لما يجوا بقى يفتكروا الدنيا هيحسوا ان هم ما عاشوش في الدنيا غير ضحاها اللي هي الساعتين ما بين الفجر وطلوع الشمس او عشيه، يعني حس ان هم الدنيا دي كلها اللي عاشوها كانت مجرد كام ساعه. تحس ان كل اللي انت عشته في الدنيا دول هم كام ساعه، فما كانوش يستاهلوا كل اللي انت عملته ده. وشكرا.